هنقول العقليتين دول في مقابلهم عقليه بقى عاوزين نتحلى بها. احنا دايما بنقول عقليه مش عاوزينها، عقليه عاوزينها. فعقليه الدنيا عاوزين قدامها عقليه الاخره. عقليه النتيجه وعقليه السبب عاوزين نتخلى عن العقليتين دول، ويبقى في عقليه هنسميها عقليه السعي. وهذا هو اللفظ القرآني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنت مطالب بالسعي. طب النتيجة مش بتاعتك، مش بتاعتك. وفي حديث عندنا يا جماعة واضح جدا في المسألة دي. أولا النتيجة موجودة في القرآن، النتيجة مش بتاعتك. ليس عليك هداهم. أمال يا ربنا علي إيه؟ عليك الدعوة إلى الله عليك السعي. طب النتيجة مش بتاعتك يا جماعة. قبل ما نيجي للسنة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر إنه هيجي نبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرهط، معه الرجلان، معه الرجل، ويأتي نبي ليس معه أحد. السؤال الآن، ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم إن هذا النبي لن يؤمن معه أحد؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ طب بقانون النتائج ما يرسلوش بقى، أو يرسلوا لإقامة الحجة ويموت بعدها بشهر وأقام الحجة. ما هي الحجة تقام بإيه يا جماعة؟ إنك تعرف إن في، تسمع إن في إله وفي دين اسمه كذا. قامت عليك الحجة خلاص. ليه بقى يفضل قاعد سنين بيدعو؟ لأن احنا غير متعبدين بالنتائج. والنبي ده اللي هو دعا ولم يستجب له أحد ما كانش يعرف إن لن يستجيب له أحد. ربنا يا جماعة بيربينا احنا. ما تنشغلش بالنتيجة. واحنا مش عاوزين نسهب زي ما نقول في كل عقلية عشان نلحق نخلص. لكن حديث عجيب جدا: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فل. ليه؟ ليه تغرس فسيلة والقيامة بتقوم؟ هي الفسيلة دي هتعمل ايه يعني؟ القيامة بتقوم، تغرس فسيلة ليه؟ عشان انت عقليتك عقلية السعي، مش عقلية النتيجة. اغرس الفسيلة. طب ايه النتيجة؟ مالكش دعوة بالنتيجة. انت مأمور بغرس الفسيلة، فاغرس الفسيلة. فخلونا نسمي العقلية دي عقلية السعي. فدي عقلية النتيجة دي اهي. شوفوا تعمل اشكالات ازاي في الثانوية، وتعمل لنا اشكالات برضو في ملف غزة. احنا اتكلمنا فيها ولا ما اتكلمناش في غزة في العقلية دي؟ ولا سرحانين؟ في ملف غزة برضو تلاقي ناس يصيبها الإحباط ويصيبها الاكتئاب ويصيبها اللي مش عارف ايه. عشان ايه؟ عشان هو بيحكم بالنتيجة. واحنا النتيجة مش بتاعتنا، والله ما بتاعتنا ولا بتاعت حد، ولا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. ليس عليك هداهم، مش بتاعت حد. طب النصر ايه واللي مش بتاعت حد. احنا عقلية سعي. فعقلية السعي دي مريحة جدا جدا، وتلاقي نفسيتك مرتاحة خلاص. يعني أنا عملت اللي أقدر عليه، معذرة إلى الله عز وجل، انتهى الأمر. في عقلية يا جماعة ممكن نسميها عقلية إيه؟ مركز التحكم الخارجي. هي طبعا هي لها اسم بالإنجليزي يعني، بس إحنا قبل كده كنت كلمتكم في نمط شخصية مهم إن إحنا نفهمه ونحاول نديره بقى. ده نديره بقى، مش هنقول نتخلى عنه تماما. لما قلت لكم في شخصية بيسموها إيه؟ الانترنال. هو ليها اسم اطول بقى، انا ساعتها ايه ما كانش الدرس موضوعها. هو بيسموها الانترنال لوكس اوف كنترول. لوكس دي كلمه لاتيني معناها مركز، فهو بيسموها انترنال لوكس اوف كنترول واكسترنال لوكس اوف كنترول. اللي هم ايه الشخصيتين دول؟ مهمين جدا نفهمهم. الانترنال الشخصيه اللي هي عندها مركز تحكم داخلي. دي الشخصيه اللي دايما شايفه نفسها مسؤول عن اي حاجه. يعني ايه؟ يعني هتلاقي دايما مش هتسمع منه مصطلحات ما اصل الحكومه مش عارف ايه، ما اصل التضخم، ما اصل الحدود مش عارف ايه، ما اصل مش هتسمع منه الكلمات دي. مش هو ما بيفهمش الحاجات دي. هو ايه؟ هو دايما مركز انا اقدر اعمل ايه. فما بيسحلش نفسه في دايره بره ايه، بره التحكم بتاعه. خلاص. دايما شايف الاوضاع هو ليه مش يد في وجود الاوضاع دي، لكن ليه يد في التعامل، كيف اتعامل مع تلك الاوضاع. الشخصيه الاكسترنال لوكس اوف كنترول العكس تماما بقى. اللي هو دايما تسمع منه ايه؟ ما حسبي الله ونعم الوكيل في مش عارف مين، اصل فين الازهر،
فين الدعاء؟ فين العلماء؟ فين انت؟ فين انت؟ فين انت؟ مالك انت بالدعاء والعلماء والازهر؟ وانت مالك؟ يوم القيامه الازهر هيسال عن الازهر، والعالم هيتسال عن نفسه، والداعيه هيتسال عن نفسه، وانت هتتسال عن نفسك. فالعقليه دي عقليه خطيره جدا ومزعجه، ودايما تلاقيها محلك سر بقى. ممكن بقى تقروا عليها او يعني تبحثوا عنها، مفيده ان احنا نعرف علامات العقليه دي وعلامات العقليه دي ايه، وامتى نستخدم دي وامتى نستخدم، كيف ندير يعني الحته. لاني انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان الاوضاع ملهاش يعني تاثير او لا، هو مش كده، الموضوع مش كده. انما دايما فكر انا اقدر اعمل ايه. هم يعني يقول لك ايه، فكر في دايرتين، هم يقول لك في 3 دوائر. دايره اللي هو في تحكمك انت، يسموها ان كنترول. ودايره هي دايره انت صحيح مالكش تحكم فيها لكن ليك تاثير عليها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ما اقدرش ابقى صاحب قرار ان مثلا ننقل الدرس مثلا مسجد كذا، ما عندي القرار ده مش بتاعي. لكن اعرف واحد يعرف مثلا حد عنده مسجد مش عارف ايه، فايه اقدر اؤثر عليه لانه بيحبني مثلا، فاقول له بقول لك ايه، ما تشوف لنا مثلا يعني. دي اسمها دايره ايه؟ التاثير. انا ما اقدرش اخد القرار ده صحيح لكن اقدر اؤثر فيه. وفي دايره بقى اللي هي برايه خالص. برايه خالص يعني اللي هي اقدر اثر فيها ولا اقدر لا اقدر اللي هي تحت تحكمي ولا اقدر اثر فيها، هي برايه. الشخصيه الاكسترنال لوكس اوف كنترول دي دايما هي حشره نفسها في الدايره الثالثه دي دايما. يا ابني انت قاعد ليه؟ ما اصل هو السنتين بتوع كورونا منهم لله. يا ابني احنا كورونا ايه يا ابني؟ ده في جيل خلاص كورونا عدت، وقعوا اللي مش لا، ده في ناس كسبت في كورونا، في ناس كسبت في كورونا نفسها. فانت اصحى بقى، اصحى، مش كل حاجه غيرك، ومش كل حاجه انت مالكش يد فيها، ومش كل حاجه كده. طيب يعني احنا بننفي بقى العقليه الاكسترنال دي تماما؟ لا مش تماما، لكن محتاجه حسن اداره ونضع الامور في نصابها. الايه ال 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 الجميله جدا في الموطن ده، وانا الحقيقه عاوز اقول الايه دي بالذات علشان لها تعلق بمساله عاوز اتكلم عليها، يعني اشير اليها سريعا عشان عامله لخبطه عند الناس. قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هنا دلوقتي يا جماعه دول كفار ولاد لذينه، مش كده؟ طيب فتقول له يا كافر اسلم، يوم هو يعمل ايه؟ يقول لك لو شاء الله ما اشركنا. دلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيحيل القضيه برمتها لحد خارج عنه، ده مش انا، ده ربنا. فاهمين العقليه دي يا جماعه؟ ده مش انا، ده ربنا. لو شاء الله ما اشركنا، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. طيب هل نفعتهم بقى حجتهم دي؟ قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انتوا اللي بتقولوه ده يعني ربنا اطلعكم على الكتاب وعرفتوا ان انتوا كتبتم كفارا، اخرجوا لنا علمكم. قال سبحانه وتعالى: ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. طيب الاشكال فين هنا؟ والحقيقه قصدت الايه دي بالذات لان في قضيه كبيره عامله اشكال عند الناس. هم بيقولوا لو شاء الله ما اشركنا، فربنا رد عليهم قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. صح يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى نفس اللفظه دي قالها في القران: ولو شاء الله ما اشركوا. الله، طب ليه ربنا ينكر عليهم هو ولو شاء الله ما اشركوا؟ مساله القدر يا شباب، مساله القدر في دقيقه، وارجوكم اي حد هيحاول يقول لكم كلام غير ده ما تسمعوهوش. ده عشان امجد؟ لا، هو ده اللي العلماء بيقولوه يعني مش امجد يعني. دلوقتي يا جماعه مساله المشيئه عشان نخلص في دقيقه. العبد له مشيئه ولا لا؟ له مشيئه. الرب له مشيئه ولا لا؟ له مشيئه. ده منين ده كده بالفهلوه واحنا قاعدين؟ اكيد، ما اكيد ربنا ليه مشيئه واكيد العبد لا، ده في القران. ربنا اثبت مشيئه لنا واثبت مشيئه له سبحانه وتعالى، واثبت امرا فوق ذلك، ان في علاقه بين مشيئتنا ومشيئته. كل ده في ايه واحده. كل ال3 مسائل الكبار دول ربنا قالهم في ايه واحده. قال: لمن شاء منكم ان، لمن ايه؟ شاء. صح كده؟ يبقى ليك مشيئه. طيب
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا أن إيه؟ يشاء الله. يبقى ربنا ليه مشيئة؟ يبقى الإنسان ليه مشيئة؟ ربنا ليه مشيئة؟ في علاقة بينهم؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إيه العلاقة بين مشيئتنا ومشيئة ربنا؟ مفيش مخلوق يعرف. أي حد هيقعد يفصص في الحتة دي سد ودنك واخرج بره المسجد. تاني، أي حد هيحاول يفصص في الحتة دي سد ودنك واخرج بره المسجد وقل صدق الله. مفيش مخلوق يعرف. يعني ما فيش مخلوق يعني من الجيل ده، لا 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 لا، ولا الصحابة ولا النبي ولا جبريل صلى الله على النبي محمد صلى الله على جبريل. ما حدش يعرف. القدر سر الله في خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هنخش في التفصيلة دي هتضل. اللي نثبته ما أثبته الله في كتابه. في الحتة دي بقى ضلت فئات. فعندك ناس اسمهم القدرية، دول نفوا الايه؟ مين شاطر؟ احنا عندنا مشيئتين هم. نفوا انهي مشيئة؟ العبد. مشيئة العبد يرفع ايده. نفوا مشيئة العبد، نزلوا ايديكم. نفى مشيئة الرب. الباقيين القدرية نفوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وقالوا أن الأمر أنف، ربنا يعرف الحاجة لما تحصل. وفي مقابلهم مين؟ الجبرية. الجبرية نفوا مشيئة العبد وقالوا إن حركاتك ما فيش حاجة اسمها حركة، لا، أنت صلاتك زي نبض قلبك كده، ما لكش تحكم. أنت قمت صليت زي كأن قلبك بإيه. الحاجات طبعا إيه مجالها العقيدة، والناس بتدرس الفرق دي وإزاي نرد عليهم وكده. إحنا بقى أو أهل السنة يعني أثبتوا المشيئتين وأثبتوا العلاقة اللي أثبتها الرب سبحانه وتعالى. شكل العلاقة إيه؟ محدش يعرف. يقعد بقى يقول لك إيه؟ أصل هو زي المدرس واللي عارف التلاميذ وعارف هيجيبوا إيه ما تسمعش لحد. أنا عارف الكلام اللي بيتقال وعارف أنا بقول إيه. ما تسمعش، سد ودنك واخرج. اقفل الفيديو، اقفل المقطع. القدر سر الله في خلقه. ده النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. دي النصيحة النبوية. انت بقى مش عاوز تسمع الكلام، انت حر. طيب، فدي الشخصية بقى الاكسترنال اللي كل حاجة هو غيري اللي مسؤول. دي بتعمل بقى مشاكل. اول حاجة مشاكل فين؟ انك عمرك ما هتتغير، عمرك. فدي مثلا في ملف غزة، حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومات، حسبي الله ونعم الوكيل في في الرؤساء، حسبي الله ونعم الوكيل في الهيئات الدينية، حسبي الله ونعم الوكيل في العلماء، حسبي الله. طب وانت؟ يعني البعيد ايه يعني؟ مثلا ولي من اولياء الصالحين. واللطيف انتوا ده ما بتشوفوش، احنا بنشوفه. الرسائل اللي على الخاص اللطيفه بقى، واحد يعمل ايه؟ فيك اكاونت لسه عامله من ربع ساعه، ويروح باعت لك: اين الحديث عن مش عارف ايه. انت لو تقصد بقى تبقى هو انت في كل الاحوال انت فاسق كافر. يعني انت هو بيديك الخيارات، فانت لو تقصد كذا تبقى انت مثلا فاسق، انما لو كذا بقى انت كافر، فاختار. وهو ما عندوش الجرأة انه يبعت لك من الاكونت يعني انا مش بقول له اطلع قول انت، ابعت لي من الاكونت بس يعني. حاجة في منتهى العجب، حاجة في منتهى العجب. يا اخي سبحان الله، كل سيسأل عن فعله. خلاص. وانا هنا مش قاعد بعتذر عن العلماء ولا عن الدعاء ولا ده يعني انا لا اصلح ان اعتذر عن هؤلاء يعني. انما اللي عاوز اقوله احنا عقلياتنا تبقى كده. انا عليا ايه؟ انا يوم القيامه مش هتسال عن الازهر ولا هتسال عن العلماء ولا عن الدعاء ولا عن الحكومات ولا عن الرؤساء. انا هتسال انا اللي كان المفروض عليا اعمله ايه، وعملته ولا ما عملتوش، ولا مقصر فيه. فالوقت اللي حضرتك عملت فيه فيك اكاونت وشغلت دماغك عشان تروح تبعت للناس مثلا اللي على الفيسبوك ولا اللي على غيرهم، وقاعد بالساعتين ثلاثه بتعمل ده، اكيد يعني ما هو اكيد ما بعتش الامجد يعني. هو مش يعني امجد مش هو حامي الامه يعني. هو اكيد ايه الوقت ده لو كنت حضرتك قمت صليت لك ركعتين وابتهلت بين يدي الله ورأى منك خضوعا وبكاء وذلا وانكسارا كان اولى بك، او غير ذلك من الامور. انا مش عاوز اسف في ده، احنا عندنا دروس كتير اسمعوها
ايه الواجب اللي علينا اللي نعمله، لان دي الاسئله اللي محيره دلوقتي للشباب. فعندنا ملف كامل اسمه ملف غزه، تقدروا تسمعوه، اظن يمكن اكتر من 50 ساعه بالكتب اللي قريناها، يعني قرينا كتب كمان. ف دي عقليه ايه ايه كنا في الاكسترنال، ماشي. فعاوزين، مش عاوز اقول بقى نتخلى عن العقليه الاكسترنال، لكن نحسن ادارتها، نحسن ادارتها. يبقى عارفين ان في جزء ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع القدر، ده تفكير العقليه المظبوط بقى، اللي هو ده قدر ربنا، ده خارج عنا، انا اتعامل ازاي، ده اللي في ايدي، ده اللي في ايدي، اعمل ايه مع القدر ده. وده اتكلمنا فيه كتير برضه في دروس ملف غزه اللي هتلاقوه ان شاء الله. فكره اللي هو الايه، ايه الامر الشرعي في الامر الايه القدري. يا رب ده امرك القدري، ايه بقى امرك الشرعي في الامر القدري، اعمل ايه انا دلوقتي، انا مش حد غيري، انا اعمل ايه يا رب. خلاص. ال 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 العقليه الرابعه عقليه اللحظه الراهنه او اللحظه الحاضره. وده مصطلح احنا قلناه لكم قبل كده، فين اللي بيحضر معانا من زمان؟ حد فاكر؟ ها، في قصه يوسف، في قصه يوسف زمان قوي، يعني من كام سنه. مصطلح ان عاوزين يا جماعه نتخلى عن فكره عقليه اللحظه الحاضره او اللحظه الراهنه، اللي هو ايه، اللي هو بلفظ اخر قلناه برضو، ان المشكله بتحتويه مش هو اللي بيحتوي المشكله. يعني ايه؟ الاول احنا العقليه الاكسترنال، احنا قلنا في غزه تفكيرها هيكون عامل ازاي. في ملف الثانويه العامه واضح جدا، مش كده؟ ما الوزير مش عارف ايه، الامتحانات عامله ازاي، ويقعد ايه يعدد حاجات كتير، وتيجي تصدمه بسؤال واحد، تقول له هو انت ثانويه عامه لوحدك، ولا في ناس جابت كذا وناس جابت كذا وناس جابت كذا فيقف يبلم ما يعرفش يرد. يبقى المساله ان انت في واقع كنت تقدر تحسن التعامل مع الواقع ده، كان عليك حاجه تقدر تعملها ما عملتهاش. دايما نفكر كده، انا في ايديا ايه اعمله. متى الساعه قال وما اعددت لها. اسال الاسئله انا اعمل ايه، متى الساعه وما اعددت لها، ده السؤال المفيد. طيب العقليه اللي بعد كده عقليه اللحظه الراهنه او اللحظه الحاضره، اللي هو المشكله بتحتويه مش هو اللي بيحتوي المشكله، بيبقى منغمس في اللحظه الحاضره. محتاجين يا جماعه برضو نتخلى عن هذا النمط من العقليات. نوع العقليه ده رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما انغمس في اللحظه الحاضره. فين؟ حد فاكر؟ قلناها في درس ثاني، فلعلك في اول درس او تاني درس في سوره الكهف، احنا خلصنا سوره الكهف تدبر. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه اسفا. فربنا لم يقبل ذلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الايه الاخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بلاش نبقى منغمسين في اللحظه الحاضره، بلاش المشكله تحتوينا، احنا اللي نحتوي المشكله. يعني احنا اللي نحتوي المشكله، مش المشكله تحتوينا. طول ما انت بره المشكله هتقدر تشوف، اولا تشوف المشكله في حجمها الطبيعي، مش هتضخم حاجه. ممكن المشكله تبقى نقطه لكن انت غرقان في النقطه دي، لكن هي نقطه، ولو طلعت براها هتشوفها نقطه، لكن انت غرقان في النقطه دي. ليه؟ انت مستغرق في اللحظه الحاضره، مستغرق. تاني حاجه هتعملها انك بعد ما تشوف المشكله في حجمها الطبيعي، لما تخرج براها هتشوف حلولها، هتشوف حلولها. انما طول ما انت جواها انت مش شايفها، انت غرقان خلاص. ازاي مثلا نبي الله يوسف عليه السلام دخل السجن، وممكن واحد في مكان يوسف يا جماعه يستغرق خلاص. يعني ايه؟ اولا يوسف مش اي حد، هو برضه نفسه نفس شريفه، داخل في قضيه ايه؟ قضيه شرف. وبعدين حواليه بقى ايه؟ مجرمين ولصوص ومش عارف ايه وبعدين الميديا بره هتقول كلام ولا هتقول كلام امرأة العزيز. يعني برامج التوك شو ما يطلعوا
هم بيقبضوا من مين؟ من العزيز، فيقولوا كلام مين؟ امرأة العزيز، مش كلام يوسف. يعني في ضغط مجتمعي كمان على يوسف شديد جدا. هو في اكتر من ان هو الراجل عرف ان يوسف على حق وراح بعته السجن عشان مراته قالت يروح السجن. هو في اكتر من كده؟ ما هو امتى راح يوسف السجن يا جماعه؟ مش لما لقوا الراجل على الباب. لا، ده يوسف بعد ما لقوه على الباب واكتشف وعرف. يوسف فين؟ لسه في البيت. يعني يا ريته طرده. لا، لسه في البيت، يوسف لسه في البيت، مش كده؟ ما هي لما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وقال تخرج عليهن. يبقى يوسف فين بقى ان شاء الله؟ في البيت. وبعدين تتلم قالت ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن. لو ما عمل، وبتقول ده قدام النساء. طبعا احنا اسهبنا في يعني عشان نعرف نفسيه المجتمع ده كانت عايشه ازاي. يعني اصلي محنه يوسف مش محنه سهله، بس محتاجه تدبر، وده يسمعوها في سوره يوسف. الشاهد، يدخل السجن يوسف، واحد تاني هيعمل ايه؟ قاعد في الزنزانه في جنب وحاطط ايده على دماغه ومالوش دعوه بحد. ليه؟ مستغرق في اللحظه الحاضره. يوسف ما كانش كده عليه السلام. لا، يوسف بيمارس مهامه عادي جدا. انا مهمتي الدعوه الى الله، بره بدعو الى الله وجوه بدعو الى الله. مهمتي ان اكون محسن، فلما هكون على خزائن الارض هيقولوا ان نراك من المحسنين، واما اكون في السجن هيقولوا ان نراك من المحسنين. فانا مش مستغرق في اللحظه الحاضره. ده يوسف عليه السلام. خلاص، مات النبي عليه الصلاه والسلام. مثال اخر، يعني عشان نخلص من عقليه، عشان نفهم يعني عقليه اللحظه الراهنه او الحاضره. يموت النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل اللي انتم عارفينه. عثمان يقعد او يقعد، وعلي ياخذ الناس بايه؟ الاطفال ياخذوه من ايديه كده يجروه في طرقات الماء، يعني كأن عقله ذهل يعني. وعمر رضي الله عنه يرفع سيفه وما مات محمد ولكن ذهب الى كذا كذا كذا. كله استغرق في اللحظه الحاضره. كله استغرق. ومن لها؟ ما فيش غيره. بره كان في العوالي، ما كلمش حد، جه ما كلمش حد خالص. شق الصفوف ودخل وشاف النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما قال وطلع. وعارفين بقى القصه كلكم عشان ايه ما نعيطش. فاستغرقوا في اللحظه الحاضره. الازمه لما بتشتد ممكن الاكابر يحصل لهم كده. ممكن يحصل كده للاكابر. حتى اذا ايه؟ استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فممكن الاكابر يحصل لهم كده في وقت. طب ده شيء ممدوح؟ لا، مش ممدوح. يعني ده احنا لازم نحاول نخرج منه. خلاص. ففي ملف غزة طبعا واضح جدا انه يحصل برضو، او الملفين بقى عشان ما نطولش. غزة ثانوية عامة، لو استغرقنا في اللحظة الحاضرة وما شفناش المشكلة على حجمها. اصل ايه حجم المشكلة يا جماعة؟ انتوا عارفين يعني احنا لا نهون من المشكلة، لا نهون ابدا. لكن ايه حجم المشكلة الطبيعي بهدوء كده؟ احنا في حقبة من الحقب، في زمن من الأزمنة. يعني احنا ربنا ما خلقش الدنيا سنة 2023 وهتخلص 2027، مش كده؟ يعني احنا في حقبة وزمن من الأزمنة، ودي بقعة من البقاع. اللي حصل في التاريخ ولسه هيحصل في المستقبل حصل أشنع من كده وهيحصل أشنع من كده. صح ولا لا؟ أنا كده يعني كده بقول إيه؟ فكك من غزة لا، ده ليس منا. ده إيه؟ ولا مش ليس منا اللي هو الحديث. قولوا أي حديث عشان إيه؟ من لا يتبع المسلمين فليس منا. هي كده العكس، مش كده؟ والحديث الثاني ايه؟ قولوا اي حاجه يا جماعه ارجوكم، انا تعبت. ايوه، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ضرسك لو نقح عليك الجسم بينام والضرس بيفضل ينقح هو لوحده صاحي؟ الجسم كله ما بينامش. فانا مش بأهون، لكن بقول لك شوف المشكله في حجمها الطبيعي. ان ده حصل وبصوره اعنف من كده بكتير للمسلمين، ما بتكلمش عن كفار، للمسلمين، ولسه هيحصل. فتبتدي تهدأ لقدر الله عز وجل وتطمئن لقضائه سبحانه وتعالى، وتفكر بهدوء عشان تعرف هو انا ايه المطلوب مني اعمله. فدي عقليه الايه؟ اللحظه الراهنه.
كده فات قد ايه؟ طيب نقف هنا، مطولش عليكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.